انا نورة سليمان، زي ما تقول كده بيقولوا عليا خالة العيال، لان انا معروفة في الشلة البيبي سيتر بتاعة الشلة كلها. الاولاد كلهم ما بيسكتوش مع مامهاتهم وباباهاتهم، بس بيسكتوا معايا انا. والله هو انا طبعا الاطفال والبيبيز والحاجات دي انا مش بفهم قوي في الحاجات بتاعتهم، لان انا لسه ما خلفتش. بس اتعرفت على منتجات بابلز عن طريق اولاد اصحابي، لان طبعا بيسيبوهم معايا كتير قوي، فانا بتسوح، ببقى مش عارفه بقى المفروض اكلهم ايه، اعمل لهم ايه، او اعمل ايه بالظبط. في الحاجات دي كلها بالنسبه لي كنت زيرو فيها. بس بابلز بصراحه من كتر الفرايتيز اللي موجوده في البرودكتس عندهم، فسهلوا عليا حاجات كتير قوي. في البرودكتس، في البيبرونا، وفي العضاضه، وفي السكاته، عضاضه الفاكهه دي اصلا انا ساعات بستخدمها معاهم عادي جدا، لان هي لذيذه قوي وبتبقى ساقعه وفريش كده، فبتبقى حلوه قوي يعني. وكمان بتفيد الاطفال، لان حوار التسنين ده بيبقى مقرف قوي بالنسبه للماما يعني. فبصراحه ده اختراع هايل، لان هو البروده اللي فيه بتخلي الالتهابات بتاعه اللثه بتخف شويه، بلس ان هو مفيد قوي. فده اختراع هايل جدا، عاجبني قوي بصراحه. القربه كمان كانت اختراع هايل قوي يعني. انا غير استخدام القربه الطبيعي، اللي هو مثلا اي بنت في فتره البيريد بتاعتها بتبقى محتاجه حاجات سخنه على معدتها، بتبقى محتاجه حاجه سخنه على ظهرها، فالقربه بصراحه بتجيب من الاخر جدا يعني. انما الهايل بقى في الاكتشاف بتاع القربه ان انا ما كنتش اعرف ان انا ممكن استخدمها في الريكفري بعد الجيم، استخدمها على ركبتي لو في اي اصابات، او على ظهري احط فيها ميه ساقعه. ده كان بالنسبه لي اكتشاف هايل. بلس طبعا اللي في الشتاء ما نستغناش عنها، فيها جلوفز وفيها حاجات بستخدمها كده يعني. اختراع هايل بصراحه. الحلو في الموضوع ان كل الماميز عامه بيدوروا على برودكت يكون سعره كويس بكواليتي عاليه. فبابلز بصراحه حققت ده عن طريق ان الكواليتي بتاعهم نظيف قوي وعالي جدا، بس في نفس الوقت السعر مناسب جدا يعني. فدي حاجه حلوه، انا سمعت عنه على السوشيال ميديا، وسمعت ناس من اهلي بيتكلموا، لا هو برودكت هايل بصراحه.